مساء الخير حبيباتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيباتي اليوم كما راكم تشوفوا معايا، اليوم راح ندير لكم الشخشوخة، وهي شخشوخة المسيلية. صراحة زوجي اشترى الشخشوخة وقال لي ديريها لي، سخفت عليها. ان شاء الله راح نديروها مع بعضنا. عندي دجاج، وعندي فلفل، وعندي توابل. هاي التوابل يعني توابل الشخشوخة، وعندي بصل. ان شاء الله راح نعملها مع بعض. بصل، وبعدين نحط التوابل والملح اكيد، ونشوفه مع بعض. هون بعد ما حطينا البصل وزيت وتوابل وطماطم وملح وثوم، خليهم يتقلوا كتير منيح مع بعض. بعدين نحط اللحم هيك، ونخليها هيك لما حد ما يعني كل هاي التوابل تتشرب في اللحمة. وهون بعد ما تقلت كتير منيح بنجيب مية. بسم الله. هيك يعني بنحط المي. وهنا كما راكم تشوفوا راهي لاصوص واجدة. من بعد ان شاء الله نحطوا شخشوخة برك ونشوفوا مع بعض. هاي الشخشوخة حطيتها عشان تفور. ان شاء الله يا رب بعدين راح نشوفوها مع بعض وتكون احلى على الطبق. راكم تشوفوا راني حطيت لاصوص في هذا الطاجين يغلي. صراحة انا ما عنديش هذاك طاجين كبير كبير، خلاص عندي هذا الصغير، نحط الصافي هذا. ومن بعد ان شاء الله نشر ان شاء الله يا رب. كما راكم تشوفوا بسم الله نبدا نحط الشخشوخة تاعنا يعني بالكمية. وهنا نحط شخشوخة في لاصوص، يعني خليوها تغلي مليح، يعني تكون لاصوص يعني كتير سخنة وغلات مليح كما راكم تشوفوا. ونحرك ونخليها يعني هذيك الشخشوخة تتشرب المرق. راكم تشوفوا زدنا حطينا عليها شوية كزبر، ونخليه فيها صوص، ونحطوا شوية فلفل. هون طبق الشخشوخة خلاص صار جاهز، ونتمنى تعجبكم الوصفة. فضلا وليس أمرا سيبولي تعليق ولايك واشتراك بالقناة. ربي يحفظكم إن شاء الله يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.